السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا فيديو جديد. اليوم غنديرو الطرطة باللوز، كتجي رائعة ومنظرها رائع. بداو على بركة الله. عندنا 125 غرام ديال الزبدة، وغنزيد عليه كاس ديال السكر كلاصي، وغنزيد عليهم 4 ديال المعالق ديال الزيت وواحد البيضة. هنا 4 ديال المعالق كبار وواحد. صافي غنطرب المكونات مزيان مع بعضياتهم. ضروري تكون الزبده في حرس المطبخ باش ما تعذبكمش في التطراب ديالها دغيا تذوب. صافي حتى كتولي لينا هاد الزبده كريميه، كنطحنوها مزيان حتى كتولي كريميه. عاد كنزيد واحد الفاني. صافي غنطربهم مزيان حتى يوليو لينا كريمي، كتذوب لينا الزبده وكيندمج لينا الخليط مزيان. حتى ولا لينا على هاد الشكل. عاد غنزيدو الفرص يكون سبيسيان ديال الحلويات، مختص في ديال الحلويات، ونبقى نزيد بشويه بشويه حتى يتجمع لينا الخليط. تزيدوا هنايا واحد المعلقه ديال الخميره ديال الحلوى، ما بانتش ضروريه. صافي كنبقاو نزيدو في الفرص حتى كيتجمع لينا هذا الخليط. كنجمعوه غير باطراف الاصابع، لا دغيا كيتجمع. صافي كيبقى لينا غير الفرص كنزيدوه في الاخر. نزيدوه غير بشويه بشويه باش ما يقصحش لكم العجين. صافي حتى تجمع ليا العجين بحال هكا، نخليها على جنب. غنجيب واحد بلاستيكه غنحط فيها العجينه، وغنغطيها عاوتاني بلاستيكه اخرى، وغنسرحها بالمدلك باش نديرها في المول ديالي. يعني نتوما كيفاش كتحبوها، واش غليظه شويه او رقيقه؟ انا نديرها متوسطه. صافي كنبقى نسرحها على هاد الشكل هذا كامله. صافي بقيت حتى كملتها كامله على هاد الشكل هذا. صافي غنقاد ليا ديك الجوانب باش ما تضيعش ليا العجين. صافي حتى كملتها وحسيت بها قياس واحد. صافي غنقلبها دابا في المول على هاد الشكل هذا. صافي غنبدا نثقبتها انا كامله باش ما تنفخش ليا. من بعد ما قديتها في المول على هاد الشكل هذا جات، وثقبتها كامله في فرشات باش ما تنفخش ليا العجين على هاد الشكل. ضروري حتى الجوانب باش ما يتنفخوش. غنخشيها في المجمد. غنكمل الحشوه ديالي. حتى كنصايب الحشوه ديالي. غنبداو في الحشوه. هنايا غندير 125 غرام ديال الزبده، وغنزيد كاس ديال السكر كلاصي يكون سبيسيال، وعندي 4 المعالق ديال الزيت نباتي،
وجوج ديال البيضات، وكاس ديال اللوز مطحون. انا اللوز كاس قسمته على جوج، نص حمرته ونص خليته هكاك وطحنته مزيان. حاولوا ما تطحنوش حتى يطلق الزيت، يعني يبقى بودر. وزدت واحد الفاني حتى كيولي على هاد الشكل بودر. صافي وكنخلط المكونات مزيان حتى كترجع لينا كريميه على هاد الشكل، حتى كيتبدل اللون ديالها وكترجع لينا كريميه. صافي كتكون واجده الحشوه ديالنا. صافي بقيت كنطرب على هاد الشكل حتى ولات الكريمه ديالنا واجده. غنزيدها واحد المعلقه ديال خميره ديال الحلوى ومعلقه ديال الفرص مخلطين. صافي غنبقى نطرب على هاد الشكل هذا. وهنا ولات الكريمه ديالنا واجده على هاد الشكل. صافي هنا الكريمه ديالنا واجده. غنجيب دابا المول اللي درت فيه لوطارط وغنكب هاد الحشوه على هاد الشكل. كتولي كريميه. البنات هاد الطارطه كتجي غزاله وكتجي لذيذه بزاف، كتجي واحد المذاق ما كتقهم حتى شي حاجه. كنتمنى تجربوها. صافي كنبقى بحال هاد الشكل حتى كنكمل. صافي هنا كنقاد الجوانب وكنحاول نضيع هذيك الحشوه كامله على الطاق وانا كنقادها. على هاد الشكل هادي كنحاولوا نقادو هذيك الحشوه كامله. صافي من بعد ما قديتها كامله على هاد الشكل هذا كنحاول نحيد هذاك الفراغ. صافي غناخذ اللوز ايفيلي غنرشوه من الفوق. تقدروا يعني قبل ما هنا من بعد ما كملت الطورطه ديالنا كنخشيوها للفران على 150 درجه ديال الحراره. وملي كنخشيو الفران كنقصوا ليه كنخليوها طيب على النار مهيله وكنطيب. كنشعلوا عليها من التحت حتى كطيب، عاد كنشعلوا عليها من الفوق تحمر لانها كطيب بسرعه. صافي من بعد هذه هي الطورطه ديالنا من بعد ما طابت كتجي رائعه على هاد الشكل هذا. كنتمنى تعجبكم هاد الطورطه هذه. اذا عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايك واشتراكات وكومونتيرات زوينه ديالكم. دابا نحاول نقطعها نشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيفاش كيجي. البنات راه كتجي رائعه حتى المنظر ديالها كيجي زوين. كتجي فيها بنت، كتجي طورطه على هاد الشكل. انا كنقطعها ولي بات زوينه مقرمشه كتجي واللوز رطب بزاف. وهذا هي شكل الطورطه ديالنا. كنتمنى تعجبكم. اللوز رطب بزاف واللي بات زوينه. وكنتمنى تجربوا هذا الفيديو. اذا عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك واشتراك وفيديو جديد ان شاء الله.